السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحلقة دي أو اللقاء ده أنا حقيقة أقدر أوجه فيه رسائل مهمة جدا لمجموعتين. أنا أفتكر إنها مجموعات كبيرة ومهمة، ومواقفها للأسف الشديد مواقف مخزية ما بتشبه تاريخها النضالي. أنا أبدأ بمجموعة جبريل. أنا ليه قلت مجموعة جبريل؟ لأنه أصلا تم مؤتمر في أديس وتم انتخاب رئيس جديد لحركة العدل والمساواة الدكتور سليمان صندل، له التحية والتقدير وقياداته. وأصبحت حركة العدل والمساواة رسميا هي حركة يقودها الدكتور سليمان صندل، وموجودة داخل القوى المدنية، وتقوم بأدوارها كاملة تجاه التحول المدني ومناهضة الحرب ونشر الوعي واستعادة الحكم المدني الديمقراطي في السودان. لكن أنا أقدر أوجه الكلام لمجموعة جبريل إبراهيم اللي مشت في خط لا يتفق مع الخط اللي مشى عليه الشهيد الدكتور خليل إبراهيم. لأنك أنت كونك الليلة تخط يدك مع ذات النخب والمجموعات اللي انت عارف انها تاريخيا هي سبب الاشكالات للشعب السوداني وللسودان كله، تخط يدك معاهم من اجل مصالح سواء كان وزارة او مصالح مالية او خلافه، وتغوض معاهم نفس الخطاب اللي انت ظليت تحاربه لسنوات طويلة، بتبقى دي أس المشكلة هنا. لأنه معروف حركة العدل والمساواة لما انشقت وخرجت وقدمت الكتاب الأسود، قدمته نتيجة لتظلمات تاريخية، وقدمت خطاب يعالج قضايا الأزمات التاريخية، بالذات أزمات سيطرة النخب على السلطة واستخدام أدوات السلطة العسكرية لقمع الأطراف والهامش. والكلام دي انتوا قدمتوه، وكلام مكتوب وكلام جميل. السؤال انه الليل اللي حصل شنو؟ ما هو ده نفس الناس موجودين ونفس التنظيم اللي انت كنت بتحاربه هو الآن مسيطر على المشهد كويس. والأغرب والأمر بيسهلوا لك لمعسكرات يعني تدريبية وبيسلحوك عشان انت تجي تقاتل. الكلام ده للمجموعتين، مجموعة مناوي ومجموعة جبريل، عشان تجي تقاتل باسمهم وهم في الأساس ما معترفين بك. أنا حضرت التعليقات بتاعت التخريج بتاع المعسكر العدل والمساواة بكسلة. والله التعليقات التمت كانت كلها تعليقات عنصرية وبغيضة وعتاب للبرهان وياسر العطا انكم انتوا بتخرجوا ميليشيات. الميليشيات دي نفسها بعدين حتيجي تبقى لكم مشكلة، وتاني حتضطرونا نجي تاني نكاتلها برضو. ما في ولا تعليق إيجابي. والكلام ده بالمناسبة هو استفتاء لعدم القبول. يعني انت مهما تعمل تكاتل وتتخذ معاه موقف، حتجيك لحظة من اللحظات انت في نظرهم مجرد متمرد ما منك اي فايدة. وكلامي اللي انا بقوله لكم الليلة من حركة الإصلاح والنهضة السودانية ده خدتوا في بالكم يا دكتور جبريل ويا الغايد أركو مناوي. النازل مهما تكاتلوا معاهم في النهاية النظرة العنصرية مهما انت تكون تعمل فيها انت وطني، وانتم كذلك نحن نشهد لكم انتم وطنيين وبتحبوا البلد وتحبوا السودان وبتكاتلوا من اجله وقدمتوا الغالي والنفيس من اجل هذا الوطن، لكن النازل ما حيحترموكم وما حيقدروا جهدكم. والرسالة دي مهمة جدا، حقوا تراجعوا مواقفكم. لأنه النازل الآن كلامهم في اجتماعاتهم وفي تعليقاتهم في الجروبات حتى رسائلهم فيما بينهم رسائل بغيضة جدا إنه الآن آن الأوان إنه أي زول من دارفور يشيل عفش ويمشي يقعد في دارفور هناك ويكون دولته هناك في دارفور. الكلام ده موجه لمنو؟ الكلام ده ما موجه للدعم السريع براو، الكلام ده موجه لكم انتو ذاتكم. لأنه انت زول إذا كنت بتفتح معه معسكرات وبتكاتل وتشارك في المتحركات معه
وللآن نظرته تجاهك ما تغيرت. هل تتوقع إنه ممكن يغير من سياساته تجاهك لقدام؟ ما حيغير من سياساته، لأنه أنت في نظره أنت مجرد متمرد. وإلا أنا أقدم لكم سؤال: ليه يتجرجروا في تنفيذ اتفاقية سلام جوبا وبالذات البند الخاص بالترتيبات الأمنية؟ ليه ما نفذوه وبدوا تنفيذ جزئي مع مالك عقار؟ ليه ما تنفذ اللي البند الواضح اللي بينص على إدخال قوات الحركات المسلحة ودمجها في الجيش السوداني بنسب وفقا لآليات وشروط محددة، وتمويل هذه العملية واستيعاب قوات الحركات في القوات المسلحة؟ الكلام ده ما تم ليه؟ هل من عدم إمكانيات؟ وإنتوا كان عندكم لجنة مشتركة، في لجنة مشتركة وإنتوا عارفين الإشكالات شنو، وإنهم ليه ما دايرين كان يستوعبوا قوات الحركات؟ لأنه الناس زي ما بيغيروا نظرتهم وكلامهم واحد، ما بغيروه، واتجاههم واحد، إنه يكون في سودان إسلامي عروبي ما فيه مجال أصلا للأقليات الأخرى أو المجموعات الأخرى إنها تنافس، لا في سلطة، لا في حكم، لا في أجهزة عسكرية، ولا في خلافه. عشان كده الليلة لما ينزنقوا بيجي يستعينوا بيك زي ما استعانوا قبل كده بالدعم السريع وقاتلوكم بيه وانتوا ذاتكم في دارفور، كويس، واستخدموه كذراع يضربوكم بيه كابناء إقليم واحد. والليلة لما الدعم السريع وقف مع القوى المدنية وقال دايرين حكم مدني في السودان، طوالي تم ضربه وإشعال الحرب ضده ووصفه بالميليشيا ووصفه بالتمرد وإنهم ما سودانيين وإنهم خلافه. أنا أتحداكم بكرة لو اختلفتوا مع الناس ديل حيطلعوكم برضو ما سودانيين. فالمواقف اللي انتوا الآن متخذينها معهم مواقف مخزية، ده ما موقف مشرف ولا بيليق بيكم ولا بقواعدكم ولا بتاريخكم النضالي. وانا ما بقول الكلام ده بصورة جهوية، انا بقول لكم منطق وانتوا ذاتكم عارفينه كقيادات للحركات. الليل الكلام ده ما بيغيب على دكتور جبريل بتاريخه الطويل وبقدراته الكبيرة، ولا بيغيب على القائد أركم الناوي المناضل المعروف والرجل الصلب المعروف الوطني الغيور على مصلحة الوطن، واللي عنده تاريخ نضالي مؤسف جدا انه بعد هذا التاريخ النضالي الطويل في موقف مفصلي في تاريخ الحياة السياسية السودانية الاثنين دول اتخذوا مثل هذا الموقف. وانا اصلا ما بتكلم عن مالك عقار لانه زول سلطة، بكرة لو نزعوا منه السلطة حتشوفوا مالك عقار حيطلع وحيتكلم بخطاب مرير عن هيمنة النخب وعن خلافه حيطلع عشان يقول الكلام ده. واكتر زول مكتوي بنار الجماعة دي اسألوا مالك عقار الان الموجود كنائب رئيس، وهم خطينه نائب رئيس وما مقتنعين به ذاته. فالخطاب ده ما بس خطاب يعني عشان تفتكروا انه والله خطاب مقدم لكم وخطاب تحريضي وإشان، لا، لكن دي حقائق وحقوا الناس ما تدس رؤوسها في الرمال. الناس زي ما بيتكلموا في جروباتهم بصورة واضحة جدا وبطريقة عنصرية بغيضة وجهوية بغيضة. يعني تخيل زول انت تتكاتل معه وموجود وفي طرحه وخلافه، اول ما انت تظهر يعني يطلع بخطاب بغيض. قد يجي زول يقول له والله الكلام ده يمكن نتج من ناس ما واعيين. لا، انتوا عارفين الحكاية دي، انتوا كقيادات للحركات المسلحة الآن عارفين انه والله النازل قاعدين يلعبوا بكم سياسة وبيقطعوا بكم زمن وهم في زنقة. وانا اتحداكم اطلعوا قولوا والله النازل بكرة لو الزنقة دي فكت منهم حيوفي لكم بأي التزام. ما حيوفوا بالتزاماتهم التاريخية ولا حيعملوا لكم اي حاجة، وحترجعوا انتوا في نظرهم ناس متمردين وحركات مسلحة متمردة. ده اذا ما طالبوكم انه والله الحركات دي ذاتها تحل وانها تاني ما تكون موجودة وتنزل الحياة السياسية بصورة عامة وكده. فحقوا الحركات المسلحة نحن لا نزال عندنا عشم ورجاء في انهم يقعدوا ويدرسوا موقفهم ويراجعوا مواقفهم ويتخذوا المسار الصحيح وهو مسار التحول المدني الديمقراطي الحقيقي في السودان. شكرا.